ضمن إطار أهدافها الرامية لتشجيع المواهب الشابة، نظمت جمعية فنون الصحراء الثقافية بدائرة إنغر ولاية طمنراست حفلا تكريميا على شرف فرسان البلدة المضيافة إنغر الذين شرفوها أيام تشريف في المسابقات الوطنية والدولية. الطالب منصور بلال المتوج بالمرتبة الثانية في مسابقة الجزائر الدولية في صنف صغار حافظة كتاب الله والمتمدرس بزاوية الشيخ باي الكونتي. أبو سفيان سعسع صاحب المرتبة الأولى في ترتيل وتجويد القرآن الكريم في مسابقة السراج الوطنية والمتمدرس بالزاوية الفقهية ذي النورين، إضافة إلى تكريم صاحب الخامة الشعرية والمتميز الشاعر القدير أحمد العماري المتحصل على المرتبة الثانية في مسابقة شاعر الجزائر على قناة الشروق الجزائرية. فتزيني يا إنغر الحبيبة ناصيتك كل آلئة مثل أبو سفيان ومنصور بلال تاجا القرآن وفارساهما، وافتخري ويحق لك أن تفتخري، ولأنهما مهما قيل سنظل مقصرين ونقول لنا الله في كل حين على كل شيء جزاء وفاقا. وكذلك من هذا المنبر نهنئ شاعر الجزائر أستاذنا أحمد العماري الذي نعتبره من المجاهدين بالكلمة الصادقة الهادفة الطيبة المؤثرة. رسالة الشعر في الدنيا مقدسة، لولا النبوءة كان الشعر قرآنا. وحضر هذا الحفل كل من السلطات المحلية وجمع من أعيان وسكان المنطقة، حيث شارك في إنجاح هذا الحفل كل من جمعية الشعاع الإعلامي للرقي الاجتماعي والثقافي بالتغطية الإعلامية، وجمعية اقرأ الثقافية قدمت شهادات تقدير للفرسان، وجمعية أوتار للثقافة والفنون الشعبية بعرض فلكلوري لفرقة التكوباء التابعة لها، وجمعية فرسان الثقافة والإبداع القادمة من عين صالح أطربت الحضور بوصلاتها الإنشادية عن طريق فرقة الوتر للفن الأصيل التابعة لها. فرقة الوتر للفن الأصيل التابعة لجمعية فرسان الثقافة والإبداع بعين صالح أبت إلا أن تشارككم هذا التتويج للفرسان الذين شرفونا على أرض الوطن وخارج الوطن. في أولا شاعرنا شاعر عماري، وكذلك الذي توج كذلك مسابقة السراج في القرآن الكريم، وكذلك الذي توج بالمسابقة الدولية في الحفظ للقرآن الكريم. فشكرا وألف تحية لجمعية فنون الصحراء الثقافية على هذا النشاط المتميز الرامي إلى بعث روح المنافسة والإبداع والرفع من قدرات شبابنا التي تحتاج لمن يأخذ بيدها لتتطور وتنير المنطقة. فألف مبروك للفرسان وإلى نجاحات أكبر وتشريفات متتالية بإذن الله. اولا نهني اهل الجنوب ككل واهل سيدي كلت عين صالح وإنغر بصفه خاصه على هذا التتويج وعلى هذا النجاح في مسابقه الشعر وفي مسابقه القرآن الكريم، وهو خير ما يتسابق فيه الانسان. هذا الفوز الحقيقه يرجع بفضل الله بعد الله سبحانه وتعالى لتشجيع هذا الجمهور الكريم وهذا الشعب اللي كنتوا واقفين معنا هنا في هذا الاحتفال، والذي إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشعر في الجنوب وفي الجزائر وفي عين صالح وفي إنغر وفي ولايتنا جميع لا يزال يهتم باهتمام الذي عرفه الأولون. ممكن الإنسان يقول الناس بعدت على الثقافة بعدت على الفكر، ولكن الحمد لله هذه المسابقة خرج شيء كان دفين في أعماق الناس الحمد لله.